السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أوقات لما بنيجي نعمل طاعة مثلا أو نصلي أي طاعات بقى، نصلي، نصوم، نقرأ ورد القرآن، بنلاقي القلب مش حاضر. يعني القلب بتحسه مش رابط مع الطاعة اللي بتتعمل، مش عامل لينك مع الطاعة، في حاجة غلط. ده غير بقى إن في أوقات بتلاقي نفسك بتكسل، مش قادر تقوم أصلا تقوم تصلي، مش قادر تقوم تقرأ قرآن، مش قادر تقوم تعمل أي حاجة. طيب إيه السبب؟ هنعمل تجربة كده بسيطة، كأنها تجربة معملية هتوضح لنا القلب والطاعات والذنوب، وليه أصلا إحنا بنحس بكده. بص يا سيدي، إحنا هنعتبر ده القلب، ودي شوية كركم هما الذنوب، الشفشق الكبير الحلو ده هما الطاعات. تمام؟ القلب عندنا نقي وجميل وعلى الفطرة وزي الفل وحلو اهو، وعندنا الذنوب اهي. تمام. لما بنيجي نرتكب ذنب، في البداية بنرتكب إيه؟ ذنب صغير أو ذنب كبير عادي. الذنب لما بيدخل على القلب فعلا بيدخل زي كده ما الكركم بيختلط بالمية، سنة 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 سنة، ويبدأ يعقر في القلب سنة سنة سنة. وده فعلا اللي احنا بنحس بيه. القلب أول ما بتعمل معصية أو بنعمل ذنب لأول مرة بيبقى الموضوع علينا صعب جدا، لأن الفطرة اللي القلب مخلوق بيها فطرة مش بتاعت ذنب، مش بتاعت معصية، فطرة عارفة الغلط من الصح. اتفطرنا على فطرة الإسلام، فبتلاقي نفسك مش القلب مش مستقبل الموضوع بسهولة. طيب زودتها وعملت ذنب تاني وعملت تاني، هتلاقي الموضوع دخل بقى معاك وبقى يتعقى على طول بسهولة، وبتزيد اهو. خلاص، هو ده اللي بقى بيحصل للقلب. طب القلب معانا دلوقتي اتعقى، ممكن وانت والقلب متعقى كده تلاقي بقى واحد يقول لك طب ما انا بصلي واصوم وبقى بقرا ورد القران ومش حاسس بطاعه. ما انت مش هتحس بطاعه. ليه بقى؟ هي ليه بقى هنا؟ دي الطاعات. القلب بالمنظر ده، فلما بنيجي نعمل طاعه بنعمل طاعه كده كده. القلب حصل له حاجه؟ ولا حصل له اي حاجه، ولا نضف اصلا. كميه المعاصي والذنوب اللي داخله على القلب مش قد كميه الطاعات اصلا اللي بتخش، فعمره ما هينضف. وفي نفس الوقت اصلا الذنوب شغاله بتعقر فيه لسه، فانت كانك بتعمل توازن. ده مش توازن كمان، انت بتموت القلب بس بالبطيء، بتديله جرعه طاعات قليله جدا مقابل ان انت بتديله جرعه ذنوب اعلى. فهو مش هيفضل زي ما هو كده بالمنظر ده، ده بالعكس هيزيد، لان الجوع اللي داخله من هنا اكتر من اللي داخله من هنا. طب لو عملنا كده، دلقنا طاعات مره واحده، نضف. ده لسه كمان نضف اهو. هو ده اللي بيحصل في القلب لما بنرتكب ذنب او معصيه. نروح مثلا نصلي ركعتين او نصلي الفرض وخلاص كده، ونصلي ونقرا صفحه من القران وخلاص كده. لكن جرب بقى، جرب وتيجي بعد كده تقول انا مش حاسس، تفضل بقى بعدها بكذا يوم تعمل نفس الحاجه، تصلي الفروض العاديه، تقرا ورد القران. ده اللي ربنا سبحانه وتعالى مقدره يعمل كده، ويقول انا مش حاسس. طب جرب بقى ان انت تجاهد نفسك اكتر وتدلق طاعات على قلبك بالمنظر اللي احنا دلقناه ده. يعني انت كنت متعود تقرا ورد من القران وعملت ذنب، وحاسس ان انت الذنب ده مخلي قلبك مقفول عشان متعقد بالمنظر اللي كان فيه ده. جرب ان انت تقرا 3 اجزاء من القران، تقعد على اليوم ده تقرا 3 اجزاء. جرب ان انت تصلي السنن الرواتب اللي انت ما كنتش بتصليها، تقيم الليل لغايه ما فعليا رجلك توجعك، وقول لي ايه اللي هيحصل تاني يوم. هتلاقي نفسك قلبك بقى بالمنظر ده.
تاني يوم هتلاقي نفسك بتصلي مثلا، يعني انت اليوم ده مثلا عملت فيه كل ده، تاني يوم بقى هتلاقي نفسك بتصلي صلاة الظهر، بداية كده من اول يوم صلاة الظهر في خشوع تام. خلاص القلب اتطهر واتنقى من كمية الطاعات اللي دخلت له. كمل على كده بقى يومين كمان 3، تلاقي نفسك جاي بتقرأ المصحف. انت كنت في اول 3 اجزاء اللي انت قعدت تقراهم دول طبعا انت بتطهر، ففي مرحلة التطهير انت برضه لسه العقل مش مستوعب ولسه القلب بينضف. لما نضف هتلاقي نفسك لوحدك وقفت عند الآية دي، انا عايز اشوف تفسيرها. مركز في اللي انت بتقرأه، مركز في اللي انت بتشوفه، هو ده بالظبط اللي بيحصل. لكن لما بنفضل نعمل زي ما احنا قلنا كده توازن، مفيش حاجة هتنضف، ولا هتحس بالطاعة، ولا انت اصلا حاسس بلذة المعصية، لان المعصية اصلا ملهاش لذة وقتية. في بقى ربنا يعافينا ويعفو عنا ويعفو عنهم ويهدينا ويهديهم، هو اصلا مفيش طاعة، ده كده ما يكون على جنب، ونازل بقى معاصي دني 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 دني، نازل 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 لغاية ما ده خلاص مش هتعكر، ده ما بقاش فيه اصلا. يعني هو بقى المفروض اسود، بس انا مش لاقي حاجه سودة الصح كنت اعكر بيها، فخلاص مفيش. يعني ده يعني ربنا يعفو عنا ويعفو عن اي حد ويهديهم ويهدينا، قد يكون دخل في الاستدراك، ودي مرحله يعني صعبه جدا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الاستدراك ده كارثه، لان انت ممكن الشخص يكون عمال يعمل في معاصي وقلبه ده خلاص مات، وقلبه مات، والله يطلع على القلوب ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فربنا سبحانه وتعالى مطلع على قلب مات، خلاص مات وقلب نازل 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 نازل. فممكن يبقى في استدراج بقى مش طبيعي، تلاقيه معاه فلوس، معاه أولاد، معاه فيلل وعمارات ومشهور وي 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 وي، وهو لسه على الذنب والمعصية وشغال ما بيعملش طاعات أصلا. فده ده خوف، ده كارثة، ده استدراج مش طبيعي يعني. لكن طول ما ضميرك بيأنبك، طول ما انت بتقاوم وترفع الدلو ده كده عشان تدلق طاعات كده اهو كده، انت لسه ربنا سبحانه وتعالى بيناديك. ضميرك لسه صاحي، ضميرك ربنا سبحانه وتعالى بيأنب لك ضميرك، بيصحي ضميرك عليك. لان انت طول ما بتعمل معصيه او ذنب بتلاقي نفسك بتيجي تقول انا عملت ذنب او معصيه، ما اقوم اصلي ركعتين توبه، تصلي ركعتين توبه. مش حاسس، انت مش حاسس بالطاعه، لان احنا شرحنا خلاص بقى انت ليه مش حاسس بالطاعه. بس انت لسه عندك المقاومه ان انت تدلق الطاعه على قلبك لسه. دي حاجه تفرحك، دي حاجه تديك الامل، دي حاجه ما تقولش، ما تخليش الشيطان يدخل عليك ويقول لك انت فاكر ان انت ليك توبه، او انت فاكر ان انت كنت خلاص كده انت قلبك مات. لا 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 لا. طول ما ضميرك وطول ما انت بتقف مع نفسك وقفه حساب، لسه طول ما انت بتيجي بالليل تقف مع نفسك وقفه حساب وتقول انا عملت ايه النهارده، انا ايه اللي حصل، لا لسه. الكارثه بس ان احنا في اوقات كلنا بلا استثناء بنبقى بنعمل ذنوب واحنا مش عارفينها ومش دارين بيها. عشان كده هي بقى ساعات كتر الذنوب الصغيره دي كده كده اهو تقعد ايه، تزيد وبتعقل القلب، وفي الوقت ده اصلا الطاعات نازله قليله، وانت مش واخد بالك ان في ذنوب صغيره دي عماله تحصل تتراكم على القلب، وده اصلا انت قدام ده انت بتعمل كده هو يا دوبك بتصلي الفروض الخمسه تمام، وممكن تكون ما بتقولش الاذكار وكده، وورد القرآن ممكن يوم يوم لا، فكده ده بقى ممكن كمان يعني نقول صلي طه، نفوت عصر، نصلي مغرب، نسوي عشاء، وقدامه دي شغاله بقى، شغاله سنه سنه اهي، سنه شغاله، نظره
سنة سنة بقى، نميمة، غيبة، شتيمة، أي حاجة سنة سنة بقى شغالة. طبعا في كبائر بقى ممكن تعكر المية في ثانية وتدود له على طول. ربنا يعافينا يا رب ويعفو عنا أنا بشرح شرح مبسط قوي عشان الفكرة توصل بس. ف وقفة الحساب بتاعت قبل النوم دي هي بقى اللي هتعرفك ايه اللي حصل، وانا نميت في مين، اخترت مين، طب اسأت لمين، طب عملت ايه، طيب ايه اللي حصل، طيب مش عارف إيه، طيب ده انا النهارده عملت كذا 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 كذا. تقوم فيها دي ركعتين توبة، تمام، وبعديها على طول تصلي لك قيام ليل مثلا وتنام. على الاقل دلقت ميه شويه على الحبه اللي نزلوا، نمت مطهر القلب. عشان كده يعني وقفه الحساب قبل النوم دي جميله، جميله فعلا. ربنا يكتبها لنا ويكتبها ليكم كلنا يكتبها علينا كلنا يعني. بس يا سيدي هي دي كل القصه وهي دي كل الحكايه. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام، التجربه اللي انا عملتها دي الرسول صلى الله عليه وسلم قالها لنا في حديث شريف: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نقطة سوداء، فإن هو نبع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه، وهو ران الذي ذكره الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني شرح الحديث التجربة اللي احنا عملناها هي فيها شرح كتير من الحديث. فأذكر نفسي وإياكم بما إننا في شهر رجب نكثر من الطاعات، ندلقها دلق على قدر استطاعتنا، ندلق من الطاعات دلق، ونتجنب الذنوب على قدر من استطاعتنا. حتى في ذنوب ممكن تكون فيها اعتياد، يعني الشخص خلاص بقى متعود عليها مش قادر يبطلها، ذنب هو متعود عليه مش قادر يبطله. حاول احنا في شهر من الشهور الحرم اللي بتضاعف فيها الحسنات. تخيل بقى الدلو ده مثلا انت بتدلقه باذن المولى عز وجل، يعني يتقبل منك ويتقبل مننا ان شاء الله ويتضاعف ليك. تخيل بقى تطهير القلب يبقى عامل ازاي. تخيل انت بقى بنطهر قلوبنا من رجب شعبان عشان نوصل لرمضان باذن الله، ده نقي تماما. اتفرج بقى على الاستشعار فعلا اللي بالعباده وبالقيام وبالتراويح وقراءة القرآن، هتلاقي تحس برمضان تاني خالص. فأذكر نفسي وإياكم بدلق الطاعات، إن إحنا بنرتكب كل يوم ذنوب كتير، وبالأخص لو في حد مثلا، لو إحنا ارتكبنا كبيرة من الكبائر، ربنا يكفينا يا رب شر الكبائر، نيجي بعدها على طول ندلق بقى طاعات، ندلق، لأن أنت هتحس بخنقة بضيقة. الشخص اللي قلبه بيبقى بالمنظر ده عمره ما هيبقى مرتاح، دايما تلاقيه يقول لك أنا مخنوق، أنا زهقان، أنا مش هيرتاح. ما هيرتاح إزاي وقلبه بالمنظر ده أصلا؟ ازاي هيقعد براحه وازاي يعيش براحه؟ الذنوب مخليه قلبه مقفول مش قادر. معاه فلوس، ممكن تلاقيه معاه فلوس ومعاه ويقول لك انا مخنوق، انا زهقان، انا عايز مش عارف اروح فين، يروح المكان اللي هو كان عايز يروح مش مبسوط برضه. طب انا انزل اقعد مع صحابي اللي انا اعرفهم، قاعد معاهم مش مبسوط برضه، مش هيتبسط. ربنا سبحانه وتعالى خلقك على فطره ان قلبك ده يكون نقي نضيف، انت موسخه، انت مخليه متعكر، فمش هتحس بانبساط. الذنوب والمعاصي اللي تقلت القلب ما هتحسسك بانبساط ولا هتحسسك بسعاده. فعشان كده صاحب القلب ده عمره ما يحس بانبساط. اول ما القلب ده بيتطهر بتلاقيه في عالم تاني بقى، تلاقيه هو نفسه يقعد يقول لك انا فايق بقى، عمال يقول لك انا ازاي كنت كده، انا ازاي. ودي اكتر ناس ممكن نشوفها فيهم الناس اللي كانوا ارتكبوا ذنوب ومعاصي وتابوا. وانا بكلمكم يعني من واقع، يعني ان دي اكتر ناس هتحس بالموضوع ده. ان انت مثلا لو كنت على ذنب او معصيه وحتى كنت ماشي سنه كده
وفجأة واحدة بقى دخلت بقى دلقت الطاعات بقى وطهرت القلب دخلت بقى في طاعات ودلقت بقى قعدت تدلق. هتلاقي الموضوع مختلف تماما. هتلاقي نفسك فعلا بقى لما قلبك اتطهر، انا كنت فين ولا ايه اللي كان بيحصل بقى. ف ربنا يمن علينا بالتوبة الصادقة يا رب، ويغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويهدينا ويصلح بالنا ويبلغنا رمضان. فهي كده المعلومة وصلت عشان ما اطولش في الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.